سيدنا إبراهيم عليه السلام مش أول من بنى الكعبة. تعالوا نشوف مين هو أول من بنى الكعبة. أول من وضع وأسس مكان الكعبة هيكون فين هم الملائكة، والدليل قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن أول بيت وضع للناس. مين هم الناس؟ سيدنا آدم وذريته. وضع للناس معناها انه موضوع لهم، موضوع للناس، يبقى اذا مش الناس هي اللي عملته او مش البشر هم اللي عملوه. ومين قبل البشر؟ الملائكة. ويقول بعض العلماء ان الملائكة لما كانت بتتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة، وربنا سبحانه وتعالى قال لهم اني جاعل في الارض خليفة، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال اني اعلم ما لا تعلمون. في الاخر خالص ربنا سبحانه وتعالى قال لهم الم اكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. فالملائكة فكرت إن ربنا سبحانه وتعالى غضب عليهم، وساعتها قعدوا يطوفوا حوالين عرش ربنا ويطلبوا منه العفو والسماح. فربنا سبحانه وتعالى عفى عنهم وأمرهم إن هم ينزلوا للسماء السبعة ويبنوا بيت. البيت ده يسمى بالبيت المعمور. تسمى ليه بالبيت المعمور؟ لأنه بيدخلوا 70,000 ملك يوميا. وأمرهم ربنا سبحانه وتعالى إن هم يوضعوا أساسات للبيت الحرام في الأرض، يعني يحددوا مكان البيت الحرام. لما سيدنا آدم نزل الأرض جاله سيدنا جبريل وقال له إن ها هنا لله بيت ارفع قواعده. فساعتها فعلا سيدنا آدم رفع قواعد البيت ده، ولكن طبعا مع عوامل بقى الأمطار والرياح والى آخره وعوامل التعرية كلها حصل هدم للبيت. ويقول بعض العلماء إن برضو سيدنا شيس ابن آدم عليه السلام جه وكمل برضو البيت، يعني بنى البيت تاني ورفع قواعد البيت ده. عرفنا منين بقى القصة الكبيرة دي؟ عرفناها من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي موجودة في القرآن الكريم. تعالوا معايا واحدة واحدة كده نقول إن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أخذ السيدة هاجر وراح بيها هي وابنها لسه طفل رضيع سيدنا إسماعيل، راح بيهم لوادي غير ذي زرع. ذكر ده في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرام. فهنا بيان ان سيدنا ابراهيم عليه السلام كان عارف ان المكان ده بيت الله الحرام، ولكن ما كانش محدد مكان البيت بالظبط وقواعد البيت فين. امتى بقى ربنا سبحانه وتعالى حدد لسيدنا ابراهيم مكان البيت؟ قول الله سبحانه وتعالى واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، عرفناه موضع البيت وقواعده فين. ساعتها سيدنا إبراهيم عليه السلام راح لسيدنا إسماعيل وقال له إن ربي أمرني بأمر. فسيدنا إسماعيل قال له نفذ أمر ربك. قال له أتعينني؟ قال له أعينك. ساعتها هنقول قول الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سيدنا إبراهيم بقى بيبني البيت وسيدنا إسماعيل يناوله الحجر. لما ارتفع البيت سيدنا إبراهيم عليه السلام وقف على حجر وكمل بناء البيت، وهو ده مقام سيدنا إبراهيم اللي موجود دلوقتي عند الكعبة. ربنا يرزقني إن شاء الله ويرزقكم زيارتها. وبالنسبة بقى للحجر الأسود فسيدنا إبراهيم عليه السلام طلب من سيدنا إسماعيل إنه يروح يدور على حجر مختلف عن الحجر اللي هم بنوا بيه، علشان الناس تميز بداية الطواف ونهايته من عند الحجر ده. سيدنا إسماعيل راح يدور كتير جدا ولكن ما لقاش. لما رجع لسيدنا إبراهيم لقاه ماسك حجر يعني يقال إنه يشع كده ضوء أقوى من ضوء الشمس، وقال له إن الحجر ده جابه سيدنا جبريل عليه السلام من الجنة. وربنا أمر طبعا سيدنا إبراهيم إن هو ينده على الناس علشان يجوا للحج، وعلشان كده بعض مناسك الحج أصلا مأخوذة من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. وطبعا الله أعلى وأعلم، والناس اللي بتفضل تقول أنت بتفتي، أنا ما بفتيش، أنا بنقل علم عن علماء كبار جدا جدا ودراسة الأزهر، ما بجيبش حاجة من عندي أنا أو اجتهاد شخصي أو رؤية شخصية ليا أنا وأقولها وبس كده. المصادر هتلاقوها موجودة دايما تحت الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.